مش معقول نيكو ويليامز يصدم برشلونة في فيديو مثير. بسبب فيديو صادم لويليامز برشلونة بيتهم اخو اللاعب بالخداع. طب ايه الكلام ده ابو الكباتن؟ استنى هحكي لك. علشان الفيديو الصادم ده برشلونة بيرجح ان نيكو ويليامز تعرض للخداع، وبرشلونة اتهم 3 اطراف واللي هقولهم لك دلوقتي. زي ما احنا عارفين يا ابو الكباتن ان ويليامز هو المطلب الاول في برشلونة، لحد ما طلع اللاعب بنفسه ابو الكباتن في فيديو وضرب كل نادي برشلونة بالقلم، وقال في الفيديو نصيا: لقد عدت اتطلع حقا الى هذا الموسم هيا اتلتيك. وده خلى جماهير برشلونة ايقنت ان الصفقة ماتت فعلا. ولكن طلعت صحيفة سبورت ووضحت ان ملف ويليامز ما زال مفتوح، واللاعب مرشح للعب لبرشلونة في الموسم المقبل. كمان قناة اي سبورت 3 التابعة لتلفزيون كاتالونيا عززت تقرير صحيفة سبورت وكشفت ان النادي الكتالوني شايف انه تم خداع اللاعب واجباره على تصوير هذا المقطع لاسباب مختلفة، وبيتهم 3 اطراف. رقم 1 هو شقيق اللاعب إنياكي ويليامز واللي بيفضل استمراره بالباو. رقم 2 عائلته. ورقم 3 المدير الفني للفريق فالفيردي.